تخيل وياي انه انت طول عمرك فاشل، وفجأة تاخذ حباية تخليك اذكى واحد بالعالم، وخلال ايام تصير غني ومشهور وكل الابواب تنفتح بوجهك. بس المشكلة انه هالحباية ما تجيب النجاح بس، وانما تجيب وراها اسرار ومخاطر ممكن تنهي حياتك باي لحظة. يبلش الفيلم واحنا نشوف ايدي، كاتب فاشل، يحلم يكتب ذاك الكتاب اللي غير حياته كلها ويخليه مشهور وغني. يخلص أغلب وقته وهو يكتب، وصار له فترة أكثر من أسبوع دا يعاني من حالة إنه ما يقدر يكتب ولا كلمة، لأن أفكاره كانت مخربطة. بعدها يلتقي بحبيبته واللي تقول له إنه هي تريد تنفصل عنه. هي تعبت من إنه تدفع له فواتير وتتمنى حياة أحسن. أما إيدي فكان متأكد إن اللي بيناتهم شيء حلو، وإن يوم من الأيام راح يتزوجون. بس ليندي كانت مصرة وتعتقد إنه كل شيء انتهى بينهم. طبعا هو انهار بسبب هالخبر. ايدي طلع من القهوة وبالشارع يصادف أخو زوجته السابقة واسمه فيرنا. فيرنا يلاحظ فورا إنه شكله صار مثل المشردين، وإيدي حتى يحافظ على صورته، يقول له إنه عنده عقد عمل وإنه هو منغمس بالشغل وما عنده وقت حتى لنفسه. هالتبرير ما يقنع فيرنا، فيقترح عليه يشربون شي سوا. يعترف فيرنا إنه هو من زمان متواصل ويا أخته لأن هي انتقلت تعيش بولاية ثانية، ويدي يحكي له إنه طول هالفترة ما كتب ولا سطر واحد وده يتأخر أكثر وأكثر عن موعد التسليم. هنا فيرنو اللي يشتغل بشركة أدوية يعرض عليه حباية ويقول له إنه هاي الحباية تقدر تشغل كل طاقة الدماغ يعني بنسبة 100%. يقول له إن البشر عادة يستخدمون بس 30% من قدراتهم. بس إيدي يرفض، خصوصا إنه ما عنده فلوس يدفع للحباية اللي سعرها $800. بس أخو زوجته ببساطة ينطيه الحباية ويعوف للبزنس كارد مالته ويمشي. إيدي يطلع الحباية ويفكر إنه ما بقى عنده شيء خسره، فيقرر ياخذها. مفعول الحباية يشتغل فورا، وهو بالطريق يصادف زوجة صاحب البناية وهي تطلب منه الإيجار. خلال ثواني معدودة إيدي يحلل حالتها النفسية ويفهم أنه عندها مشكلة بالكلى، ويشوف بعينه التردد والارتباك. وبينما هي تصيح عليه ينتبه أنه اكو كتاب بجنطتها ويستنتج أنه هي تدرس قانون. كمية المعرفة المخزونة بعقل الباطن من سنين تبدي تتحول أفكار واضحة ومترابطة. وبعد ما هداها حتى يساعدها ترتب الملاحظات اللي تحتاجها، وخلال 45 دقيقة صار الشغل متكامل ومرتب بشكل ممتاز. من رجع على شقته إدي يكتشف أنه عايش بزريبة. يفهم أنه إذا يريد يرتب أفكاره لازم أول شيء يرتب الفوضى اللي حواليه. الطاقة كانت تشع منه بشكل مو طبيعي، وبعد ما خلص تنظيف قرر ما يوقف، ورأسا قعد يكتب كتابه. الكلمات صارت تجي بباله بالسرعة، كلمة ورا كلمة، وكأن الجمل تطلع مترابطة ودقيقة. وطبعا بعد ما اشتغل الوقت متأخر بالليل نام. بس الصبح اكتشف أن القدرات اللي كانت عنده البارحة بالليل اختفت ورجع للصفر مرة ثانية. مع هذا بقى شيء واحد بس، عرض النص اللي كتبه على المحررة مالته. ومن رجع للبيت شاف هواي رسائل على جهاز الرد الآلي، وفهم إن هي كانت منبهرة بالشغل. ايدي راد يتصل بيها بس استوعب إن النص مو هو اللي كاتبه وإنما نسخة ثانية من ايدي. لما فهم إنه هو يحتاج الحبة مرة ثانية راح الفيرنون واللي استقبله وعلامة الضرب تملي وجهه. أخو زوجته ما قال له من اللي يعتدى عليه، بس فهمه إنه هذا الدول لحد الآن ما محصل على موافقة الوزارة ويصنع بطريقة غير قانونية. لما إيد اعترف إنه يحتاج حبة ثانية ووافق فيرنون، بس طلب منه أول شيء يجيب بدلته من المغسلة واشتري له ريوب. بس لما رجع له اكتشف إنه فيرنون ميت. رأسا اتصل بالشرطة، بعدها استنتج إن القاتل كان يدور على الحبوب وغالبا ما لقاها. لما شاف الشقة شلون مبهذلة ما تردد وقام يدور بالمكان، وبالنهاية داخل الفرن لقى الشيء اللي كان يدور عليه. إضافة لهذا لقى فلوس. بعد ما ضم علبة الدواء فتح الباب للشرطة اللي توهم وصلوا. بمركز الشرطة ادعى إنه هو ما يعرف شنو أعمال فيرنون، وإن هم تلاقوا بالصدفة. الشرطة تلقى الصراحة بعد ما أخذوا منه رقم تليفونه. ومن رجع للبيت رأسا أخذ حباية ثانية. من رجعت الحباية تشتغل العالم حواليه صار أوضح ومرتب. وفوز فيرنون وهي دفعة هائلة من الحافز خلت إيدي يكمل كتابة الكتاب كله خلال 4 أيام بس. حباية واحدة باليوم كانت تعطيه إمكانيات تبين إنه هي ما لها حدود. بدأ يتغير بسرعة، صار شخص واثق من نفسه بشكل مو طبيعي، يعرف يتعامل ويا أي موضوع. ما كان أكو موضوع يستصعب عليه، وبأي مكان يروح له يصير مركز الاهتمام. الخوف والخجل اختفوا تماما، لأن شعور القوة اللي كان يحس بيه كان مسيطر عليه بالكامل. وبعد فترة قصيرة بدأت تتكون براسه فكرة ممكن تغير حياته بالكامل. بدأ يتعلم سوق الأسهم، وبآخر $800 بقت من فلوس فيرنون. خلال كم يوم قدر يحولها $7000. بس هذا النمو السريع كان يشوفه انه هو بطيء، والمصارف رفضت تنطي قروض الشخص ما عنده ماضي مالي مستقر. ولهذا راح الزعيم عصابة روسي اسمه جينادي. جينادي وافق يقرضه $100,000 بس بفوائد كلش عالية،
وبدعم من كيفن صديقه الجديد حصل على شغل وبدأ يتداول بشكل جدي بسوق الأسهم. وتحت تأثير هاي الحباية تحول إيدي إلى آلة مثالية لتحليل الأسواق. وبنهاية الأسبوع صار بحسابه الاستثماري أكثر من مليون دولار. الأخبار عن المتداول الناجح انتشرت بسرعة، وبعد فترة قصيرة كيفن بلغه أن ممول مالي مهم كلش اسمه كارل حتى الموعد حتى يلتقي به. وطبعا هالتغيير الكبير أثر حتى على حياته الشخصية. ليندي وافقت تتعشى وياها لأن شخصيته الجديدة بهرتها، وهو يتقن اللغة الإيطالية وقدراته الجديدة على تحليل مشاعرها. وخلال فترة قصيرة رجعوا البعض من جديد. بس رغم كل هالنجاح كانت اكو شغلتين يقلقن ايدي. اولا صار يلاحظ اكثر من مرة انه اكو ناس مجهولين يتابعوا. ثاني شغلة صار يمر بحالات فقدان ادراك وتشويش، كأنه الواقع اللي حواليه دي يفقد استقراره بالتدريج. وأخيرا اجى يوم اللقاء ويا كارين فان لون. كارين كان يحكي قليل ويفضل انه يسمع، فخلى ايدي يشرح له شلون قدر خلال 10 ايام بس يضاعف ثروته اكثر من مرة. بعد اللقاء بالسيارة انطاه فان لون قائمة الشركات حتى يراجعها، وخلال دقائق معدودة فهم ايدي ان الرجال ده يخطط لصفقة اندماج ضخمة. كارل انصدم من السرعة اللي استوعب بها الوضع، ولما ايدي نبهه انه احتمالية فشل الصفقة قرر يحدد له اجتماع ثاني. طبعا هو تحمس بسبب اهتمامه. قرر ايدي يتمشى شوية، بس فجأة ما قدر يستوعب شلون مشى أكثر من 20 بلوك، يعني أكثر من 20 منطقة، ولقى نفسه بمحطة مترو. وهناك تعارك ويا أربعة، والغريب إنه هو فاز عليهم كلهم رغم إنه بحياته ما تعلم القتال. وكأنه هاي الحباية استخرجت من أعماق ذاكرته، من أعماق عقله الباطن، مشاهد القتال اللي شافها بالأفلام، وكان هذا كافي حتى يتعامل ويا خصومه بسهولة. وبعدها صارت قفزة ثانية بالذاكرة، لقى نفسه بوحدة من البارات خارج المدينة، وبعدين لقى نفسه بحفلة، وهناك شاف نفس الرجال اللي كان يتابعه. بعدها راح ويا بنية ما يعرفها الفندق. ومن انتهى مفعول الحباية ما يقدر يتذكر آخر 18 ساعة من حياته نهائيا، انمسحت من ذاكرته. من قعد ثاني يوم بدأ يستوعب أن الدواء دا يأثر سلبيا على حالته، فقرر انه ياخذ الحباية ذاك اليوم ويشتغل على ملفات فان لون. بس بالنسبة لشخصيته الطبيعية هالأوراق كانت كلش معقدة عليه، ما كان يفهم منها أي شيء. ولين ما أخذ الحباية بدأ يحس بتعب كلش قوي، فاتصل بكيفن وطلب منه يأجل اجتماع ويا فان لون. بس كيفن رفض، لأن هو مقتنع أنه شخص مثل فان لون ما ينطى فرصة ثانية. وبهالوقت المحدد راح يجي للاجتماع، بس بدون الحباية كان يحس نفسه ضعيف ومقيد. وبوسط النقاش عرف أنه قبل سنتين ما حد كان يعرف هانك، أما هسه فهو يدير واحدة من أكبر شركات الطاقة. بس أفكار إيدي كانت بمكان ثاني. فجأة بالتلفزيون أعلنوا العثور على جثة ماريا، وهناك جمد بمكانه من الرعب، لأن هي نفس البنية اللي كانوا وياها بالفندق. والشهود قالوا إن هم شافوا رجال مجهول قريب منها. هالمعلومة خلت إيدي يحس بالرعب، هرب من الاجتماع ورجع مباشرة للبيت. وهناك اتصلت بيه ميليسا، وبمكالمتها وضحت له كل شيء، حذرته من خطورة الحبوب، فطلب يشوفها بأسرع وقت. من قعدوا بالحديقة قرر إيدي يتصل بزبائن فيرون القديمين حتى يعرف أكثر عن الحبوب. ولما اتصل برقم ثاني سمع صوت التليفون قريب كلش منه. التفت فورا يتعرف على الشخص اللي كان يمشي وراه طول هالفترة. من استوعب الرجال من المتصل ركض وراه مباشرة، بس إيدي قدر يهرب منه. وبعد ما تخلص منه التقى بميليسيا، وبالقوة قدر يتعرف عليها، لأن سابقا كانت كلش حلوة أما هسه في شكلها تعبانة ومتغير. هي فهمت فورا إنه إيدي صار له فترة ياخذ هاي الحبوب، واعترفت إن هي نفسها كانت زبونة لأخوها سابقا. بالبداية الدواء خلى حياتها مثالية وخلاها تحس بقوة وسيطرة مطلقة. بس من عرفت ان الناس تموت بسبب لان ماكو دماغ يقدر يتحمل الضغط لفتره طويله قررت توقف. وهسه صار عندها صداع مزمن يمنعها من التركيز. نصحت ايدي انه يقلل الجرعات بالتدريج وبعدها يترك الدواء نهائيا. بس ايدي كان غرقان بمشاكله لدرجه خلته ينسى الموضوع مالته، الدرجه خلاه ينسى جنايدي قرر يذكره بنفسه. ومن شاف حبه بيد ايدي اخذها فورا بدون تردد، وبعدها اخذها وياه للبنك. ايدي ما كان متاكد اذا بقت عنده حبوب بالبيت او لا، بس كان يعرف انه هو ضام كمية احتياطية بشقة ليندي، فراح المكان شغلها واعترف لها بكل الحقيقة. وهنا فهمت اخيرا منين كانت تجيها الطاقة والذكاء الخارق، وطلب منها ان تجيب له الحب اللي ممكن يوقف انهياره. وبعدها بدقائق اتصلت بيه ليندا وهي بحالة هلع، قالت له انه اكو رجال مجهول دا يركض وراها، ولما نزلت من السيارة نزل وراها هو همين. حاولت تهرب وتختفي، حتى طلبت من الناس اللي بالشارع، بس هذا الشيء ما وقف المطارد. بدون اي تردد قتل اثنين كانوا يحاولون يساعدوها، وهذا الشيء طبعا انطاها فرصة حتى تهرب. ولما وصلت المكان آمن اتصلت بإيدي وقالت له إنه الرجال بعد يدور عليها.
هنا استوعبت ليندي إنه ما عندها خيار ثاني، فقررت تاخذ الحباية. وبهاللحظة نفسها صار عقلها صافي بشكل مو طبيعي، كأنه دماغها بنفسه بدأ يحلل كل شيء حواليه، يقرأ التفاصيل ويختار أفضل طريقة للنجاة، وبدون تفكير ركضت باتجاه ساحة تزلج على الجليد. هي ما تعرف شلون تتزلج طبعا، وأكيد كثرت الجرحى وتفلت منه، وأخيرا وصلت لإيدي. هناك انطت الحباية اللي راح تنقذ حياته. بعدها استأجروا غرفة بفندق، والصبح اعترفت ليندي إن هي هسه بس فهمت ايش قد الحباية تغير الإنسان. أما إيدي فطمنها إنه راح يترك الدواء بأقرب فرصة ممكنة، أول ما يضمن لهم حياة مريحة وما بيها هموم. بس مشكلة جديدة بدأت تظهر. جنايدي انبهر بشكل كبير بمفعول الحبوب، ولهذا إيدي انطى أكثر من حباية حتى يشتري وقت لنفسه. ولما استوعب حجم الخطر استأجر حراس شخصيين، وطلب منهم يبقون بعيدين حتى ما يجذبون الانتباه، وقال لهم لا تلبسون نفس لون البدلات، احنا مو فيلم ماتريكس. وبالنهاية التقى إيدي مرة ثانية بفان. كارل اعترف لأنه هو بعد ما قرأ التقرير اللي جهزه إلين فصل أكثر من موظف، لأن هم كلهم ما قدروا يسوون اللي سواه شخص واحد. ولهذا بعد شهرين بس صار إيدي الوسيط الرئيسي لأكبر عملية اندماج شركات بتاريخ السوق. ولأن هو كان يعرف أن الحبوب راح تخلص يوم من الأيام، عرض على كيميائي مبلغ $1,000,000 حتى يصنع له دفعة جديدة من الدواء. طبعا الرجال وافق، وحتى يضمن وجود الحبوب دائما وياه طلب من الخياطة يسوي له جيوب سرية بكل بدلات. بس الأمور بدأت تتعقد بسرعة، لأن إندي عرف أنه أحد الشهود بقضية ماريا تعرف عليه، وأكد للشرطة أنه هو نفس الشخص اللي كان موجود يمها بليلة الجريمة. فاستأجر أحسن محامي بنيويورك. خلال التحقيق عرف أنه كل الأدلة وآثار الجريمة انمحت، ورغم خطر الاحتقال اللي صار قريب كلش منه بقى مستمر بالمفاوضات. وبعد ما خلصت الصفقة طلب مبلغ مالي كبير. بس بالنسبة لفان لون، إيدي ما كان مجرد موظف عادي، صار ميزة استراتيجية ما يقدر يخسرها، لأن عنده قدرة مو طبيعية إنه يحلل تحركات السوق ويكتشف نقاط ضعف أكبر الشركات، وإذا يريد يقدر يروح للمنافسين بأي لحظة. لهذا لما طلب إيدي $40,000,000 مقابل حريته، فان لون اعتبر هالطلب تهديد أكثر من كونه صفقة. وحتى يبقي إيدي قريب منه سوى له حساب بنكي وخلى السقف مالته ما له حدود حتى يغطي كل مصاريفه واحتياجاته. إيدي بده يفهم إنه هو دا يغوص أكثر وأكثر بلعبة كلش خطيرة، ولهذا قرر يشتري شقة بوحدة من أفخم المجمعات السكنية. وكان متوقع إنه هذا المكان بنظام حمايته المتعدد المستويات راح يكون مثل الملجأ إله إذا احتاجه. وبهالوقت رجع جينايد وبدأ يطلب حبوب مرة ثانية. وفوق هذا كله بدأ يبتز إيدي ويهدده إنه يكشف للصحافة قضية ماريا. وباليوم المحدد للاجتماع ما إجا هانك، بدل من عنده إجت زوجته وبلغتهم إن زوجها تمرض فجأة ودخل المستشفى. ومن إيدي راح يوديها للسيارة انتبه للسائق وفورا اتعرف عليه، كان هو نفس الرجال اللي طارده قبل فترة. وهنا استوعب إنه هانك هم كان ياخذ الحبوب. وخلال جلسة التعرف على المشتبهين، المحامي موريس اختار ناس يشبهون ايدي بدرجة كلش قريبة. ولما الشاهد وقف ورا الجام ارتبك وما قدر يحدد من اللي شافه بليلة الجريمة. وبهيج طريقة انتهت المشكلة بصورة مؤقتة. وبعدها أخذ الجاكيت مالته من موريس وراح يقابل كارل. وهناك عرف خبر صادم: هانك دخل بغيبوبة. هالخبر ذكره بشي كلش مهم. تذكر انه هو ناسي ياخذ الحبايه بوقتها، فراح بسرعه للحمام حتى ياخذ واحده من المخزون اللي خاله بسترته. بس من فتحها اكتشف انه هي فارغه. ومن رجع على المكتب فان لون هو مرتبك. بنفس اللحظه استلم بريد من السكرتيرة. البريد كان موجه إليه شخصيا، ومن فتحه لقى رساله من جنايدي وياها ايدين مقطوعه الحراس الشخصيين. هنا اتجاهل فان لون وطلع بسرعه من المكتب. من رجع لشقته شاف موريس بالتلفزيون. بهاللحظة فهم كل شيء، عرف بالضبط من باقي الحبوب. وفجأة سمع دكة قوية بالباب. وراها رأسا سمع صوت جنايدي هو يصيح ويريد من عنده يفتح الباب. ايدي استوعب انه هو ما بقت عنده ولا حباية، وما بقى عنده شيء يقدر يسكت بيه جنايدي. واللحظة معينة قرر ينهي حياته. وقف على الحافة وكان مستعد ياخذ الخطوة الأخيرة، بس فجأة تذكر آخر حباية، الحباية اللي كان ضمها بالصندوق. فبدأ يدور بالمكان. وبينما جماعة جنايد يكسرون الباب أخيرا لقاها، بس وهو يحاول ياخذها عثر ووقع وما لحق يبلعها. بعد لحظات لزموه جماعة جنايد، وفجأة لاحظ أن جنايد غير طريقة استخدامه للحبوب، صار يذوبها ويا الدم حتى تروح مباشرة للدورة الدموية. كان مقتنع أنه هالطريقة تخلي التأثير أقوى وأبطل. ولما عرف أن إيدي ما عنده شي بعد، أمر جماعته أنه يفتشون الشقة كلها، وما انتبه أنه إيدي كان ضام سكينة وراه.
وأثناء ما يحاول يفتحون الخزنة وقال له إنه هو راح يعذب لحد ما يعرف الحقيقة، بس غروره خانه بهاي اللحظة من اقترب زيادة عن اللزوم. إيدي استغل الفرصة وطعنه، وهالمجهود استنزف كل طاقته تقريبا. بس فجأة انتبه لشي مهم، الدواء موجود بدم جيناد، فنزل عليه مباشرة وبدأ يشرب من دمه بشكل هستيري حتى يحصل على المادة. وفورا حس بتأثير الحبوب، العقل صار صافي والأفكار تنظمت، والخطة الكاملة اتشكلت براسه خلال ثواني. بدأ يحسب خطوات خصومه، بدأ يتعامل وياهم واحد ورا الثاني، وبهيك شي نجا من الموت مرة ثانية. وبنفس الليلة مات هان. بعدها نشوف مرت سنة كاملة وصار إدواردو مرشح لمجلس الشيوخ، وبأحد من الأيام بلغوه أنه واحد من أكبر الممولين يريد يقابله. كان هذا الشخص هو فالون. فالون فهم بسرعة شنو اللي صار، وعرف ايش قد صار طموح ايدي كبير، وكشف له انه هو يعرف كل شيء عن الحبوب، غير انه هو عرف المختبر اللي كان يصنع الدول ايدي، اشترى الشركة كلها وبعدين عزلها، وبهيك صار الشخص الوحيد القادر على إعادة إنتاج الدول. وبالمقابل طلب منه شيء واحد بس، إذا وصل ايدي للرئاسة بالمستقبل لازم يخدم مصالح مجموعة معينة من الناس. بس السيناتور المستقبلي ما عجبه الاتفاق، وبكل هدوء شرح له انه كان متوقع هالسيناريو من زمان، ولهذا سوى اكثر من مختبر يشتغلون بنفس الوقت. وفوق هذا خلص سنة كاملة يجمع معلومات عن فان نفسه، وحضر خطط لأي محاولة ابتزاز أو هجوم. ومهما حاول فان يتفوق عليه، ظل ايدي يشوف الصورة الكاملة اللي كان سابقة بخطوات. حتى يثبت له هذا الشيء سوى حسابات سريعة، وخلال ثواني تنبأ بوقوع حادث معين. ومن خلال تغير نبضات قلب فان لون عرف انه قلبه يشتغل بنصف كفاءته تقريبا، وانه باقرب وقت لازم يسوي عمليه جراحيه. فان لون حاول يقنعه بالتعاون بس فشل. بعد ما تخلص منه طلع ايدي وراح يتغدى ويا ليندي، وهناك طلب الاكل باللغه الصينيه بطلاقه. بس هالمره ليندي ما انصدمت، لان هي بالضبط كانت تعرف شنو اللي صار. ولهنا نوصل وياكم لنهاية الفيديو، إن شاء الله يا رب يكون عجبكم. انتظرونا فيديو جديد، قصة جديدة. تحياتي.